تخيل حساس واحد يخلي السيارة تضرب بريكات بنص الشارع، ايش قد حساس نذل ومهم لعد. وللعلم هذا الحساس موجود بكل سيارة. اجانا ولد من الكاظمية سيارته سوناتا الشكل قديم، يشتكي من السيارة وحدها تشحط وتضرب بريكات بنص الشارع، وغير بيطبه وهواي مشاكل. افحصتها جهاز، قامت تقرأ مشاكل هواي بمنظومة الاي بي اس، بس اكو عطل من عندهن اثار انتباهي، وهو الاس اي اس ستيرنج انجل سنسر، حساس زاوية الستيرن ويل. فحصتها بالجهاز قراءة مباشرة، لقيت زاوية الجهاز غير طبيعية. أثناء التدوير الحساس يقرأ قراءة طبيعية ولكن ما يجي مضبوط لأنها شامرة باتجاه جدا فوق الطبيعي. حاولنا نسنتر الحساس ما صار، تالي بدلناه ورجعت السيارة تمام. السيارة تقرأ هي تمشي عدل، وحساس الويل يمشي عدل، يعني السيارة تقرأ نفسها تمشي عدل، والستيرن يقرأ لايف 1000 درجة، فلذلك السيارة تحس نفسها دا تشحط، فلذلك تضرب بريكات، وهذا سبب المشكلة. إن شاء الله عجبكم الفيديو وتحبون نحكي لكم على فيديوهات حساسات مقدما، انتظرونا.